573 حارسا سجنيا من الطبقة الرابعة تخرجوا برسم سنة 2011. تلقوا تدريبا متكاملا يعتبر تتويجا لاستراتيجية التكوين الجديدة التي وضعتها المندوبية العامة لإعداد موظفيها وتأهيلهم لأداء مهامهم بمهنية واحترافية. تكوين الموظف، تكوين رجل الحراسة وقائد السجن تكوينا صحيحا الذي يسمح له بالقيام بعمله في نطاق احترام القوانين واحترام حقوق الإنسان واحترام كرامة السجناء. فنحن الآن بصدد تحسين ظروف الاعتقال في السجون، لا من ناحية التغذية ولا من ناحية الإقامة ولا من ناحية التطبيب، وهي استراتيجية تسير في الطريق الذي وجهنا إليه صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وأيده. الخريجون استفادوا من تكوين أساسي حرص على توفير كل مستلزمات القاعدة التدريبية نظريا وتطبيقيا تحت إشراف لجنة من أطر المندوبية العامة تمثل المجالات العسكرية والرياضية والقانونية لتلبية احتياجاتهم المهنية. جميع المتدربين تلقوا تكوينا متكاملا في مجالات مختلفة مرتبطة بالمجال العسكري، القانوني، الرياضي، النفسي والاجتماعي، وذلك وفق منظور جديد مرتبط بالتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق الفضاء السجني وإعادة الانضباط إليه. هدفنا الآن أصبح هو المساهمة في إعادة التكوين والتأهيل وتربية السجين قصد إعادة إدماجه في المؤسسات السجنية. وقد شارك في حفل التخرج أيضا 139 قائدا ممتازا من حامل الشهادة العليا الذين يخضعون بدورهم لتكوين أساسي للانخراط في تدبير وإصلاح المؤسسات السجنية.